نفس اللي احنا عملناه في ال C++ باكج هنعمله هنا في البايثون باكج. نفس البيس كوماند اللي هو ROS2 باكج كرييت. لو جينا بصينا هنا الاوبشن التاني اللي هو بتاع البيلد سيستم، بدل ما انا كنت بقول له امنت سي ميك، لا هقول له امنت بايثون في الديبندنسيز. بدل ما كنت بقول له مثلا RCL سي بي بي، لا هنا هقول له RCL باي. تمام، عشان اقدر استخدم الاي بي اي بتاع اللايبرري اللي هي روس كلاينت لايبرري بايثون. اللايسنس مثلا حطيتها هنا MIT برضو، وفي الاخر بديله الباكج نيم. تمام كده، نفس الكلام اللي احنا عملناه في السي بلس بلس باكج، مع شويه اختلافات خاصه بس بالبيلد سيستم والديبندنسيز. وطبعا اسم الباكج براحتي يعني ممكن اغيره. طيب خلينا نعمل البايثون باكج بتاعتنا. نفس الكلام، هتحرك جوه روست ورك سبيس جوه الاس ار سي. تمام، وهعمل كوماند، البيس كوماند بتاعي روست2 باكج كرييت build type امنت بايثون. انا بستخدم الاوتو كومبليت بس عشان ما يبقاش فيه ايه غلطات في السبيلنج. dependencies RCL license MIT، وبعد كده اديله اسم الباكج my first by package، وادوس انتر. هلاقيه عمل لي البايثون باكج بتاعتي. لو جيت عملت ليست للدايركتوريز هلاقي البايثون باكج اتعملت. لو اتحركت جواها وعملت ليست للدايركتوريز هلاقي الكلام اللي احنا كنا بنقوله. عندنا دايركتوري او فولدر موجود بنفس اسم الباكج اهي، ماي فيرست بايثون باكج، موجود جواها فولدر تاني بنفس الاسم. تمام، ده اللي موجود فيه ايه السكريبتس بتاعتي. عندي الباكج دوت اكزامل، عندي السيت اب دوت باي اللي اتفقنا عليه. تمام، عندي التست دايركتوري. تمام، واللايسنس. بدا كده بيبقى شكل البايثون باكج بتاعتي. تمام، طبعا البايثون باكج او السي بلس بلس والبايثون باكجز اللي احنا عملناهم دول هنستخدمهم بعد كده ان احنا نعمل جواهم النودز. تمام، بس ده كان مهم ان انتوا تعرفوا الفروقات ما بينهم. تمام، والكوماندز اللي بتبقى موجوده جواهم، عشان الموضوع ممكن يعمل لخبطه شويه او يبان معقد، لان شكل حتى الطريقه بتاعت كتابه الكوماند مختلفه او كبيره فيها تفاصيل. كان مهم ان احنا نفرق ما بينهم ونعرف ايه فايده كل واحد.